السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اهلا وسهلا بيكم في يوميات رؤية ويحيى. النهارده بأمر الله هنعيش مع بعض اليوم العاشر من عمر الفراخ. فراخنا الله اكبر ابتدى الوزن يبان عليهم، والنهارده هنشوف هنعمل معاهم ايه في الخلطة وفي المية من اليوم العاشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اليوم العاشر للكتاكيت بتاعتنا. خلاص بقى كبروا شوية، ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. هنشوف النهارده هنعمل معاهم الخلطة ايه الميه طبعا. انا البرامات احنا متفقين ان البرامات بغير لهم الميه باستمرار باستمرار. انا بص النهارده غيرت الفرشه وانتم مش معايا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بشيل الشكاره زي ما شفنا امبارح وبحط مكانها الشكاره التانية. دي بتبقى اسهل لي طبعا، والتربيه في البعيد عن الارض بتبقى حلوه للفرخ وكل حاجه، بس برضو يعني لما وزنهم بيزيد شويه طبعا. انا عندي ثباتين وكله، بس برضو بيبقوا تقال في الحركه، فبتبقى الارض احسن لهم بالذات في الحر ده يعني. احنا دلوقتي رفعناهم شويه عن الارض عشان يبقى فيه تهويه، وزي ما احنا اتفقنا انا حطيتهم اهو تحت الشباك على طول عشان التهويه بتاعتهم تبقى كويسه. واللمبه انا شلت اللمبه الصفرا خالص، اللمبه دي لمبه بيضه، لمبه بيضه مش لمبه صفرا. فان شاء الله نشوف النهارده مع بعض كده هنحط لهم الاكل ايه ونحط لهم الميه. النهارده انا هحط الميه عليها شويه عصره ليمون بس مش اكتر عشان يديهم فيتامين سي. ان شاء الله على اسبوعين كده هنجيب مضاد سموم. مضاد سموم بقى بيطري، من البيطري نجيب مضاد سموم عشان ان شاء الله هنكون غيرنا لهم نوع العلف. لازم مع كل تغيير علف، يعني احنا العلف اللي احنا بنجيبه دلوقتي ده اللي هو العلف الناعم شويه على 15 يوم هنجيب العلف الوسط. فمع كل تغيير علف لازم مضاد سموم، لازم يا جماعه مضاد سموم عشان لما تيجي ان شاء الله تاخدي الفرخ آه، في عمر ال 35 يوم يعني، او بعد ما الدوره بتاعته تخلص ما تلاقيش الفرخ منك مزرق، ما تلاقيش في حاجه انت مش حباها في الفرخ، وتدوقي الفرخ يبقى طعمه باين فيه. طبعا احنا مش زي ما احنا ماشيين بالاعشاب. هنشوف النهارده هنحط لهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العلف بس اهو. بس في موضوع الاكل بقى مش قادره اقول لكم، مدوخني في موضوع الاكل. كل شويه الاقي العلف مقلوب، كل شويه احط في حاجه غويطه، في حاجه احط في حاجه غويطه، احط في حاجه واسعه، احط في اي حاجه على طول يقلبوا لي العلف. معنا هنا بصلايه هم مقطعوها صغير، دي اللي انا احطها على العلف. ومعانا هنا معلقه او اقل من معلقه. احنا امبارح حطينا الحلبه شفتوها مع بعض، دي برضو حلبه مطحونه اهو نص معلقه. وهبتدي اقلب ده مع بعضه ونحطهم. هنقلبهم ونحطهم. مش قادره اقول لكم لما بحط لهم بصل، بص البصل طبعا باين في الاكل، بيخطفوا من بعض البصل ويجروا بيه. لو عملوا كده دلوقتي هصور لكم واوريكم. البصل من الحاجات اللي الفرخ بيحبها جدا جدا جدا، من الحاجات اللي الفرخ بيحبها قوي البصل. بسم الله اهو. بصوا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. بصي اللي بيجري ده طب انت بتعمل اهو، ايه؟ في بقه حته بصل، في بقه حته بصل بيجري بيها. طبعا هو بيجري كلهم بيجروا وراه. ايه؟ الصبر قامت ولا ايه؟ بصوا البصل في بقه حته بصل محتاس بيها محتاس بيها، عمال يجري وكلهم بيجروا وراه. هحط لهم الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب نقفل. اهم حاجه يا جماعه لازم الميه بالذات، الميه والاكل طبعا، بس الميه بالذات الحاجه اللي بتتحط لهم فيها الميه لازم تبقى نظيفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان وايه والله العظيم مفيش ازاي. مش
المهرجان ده كله على البصل، اللي انتوا سامعين ده كله على البصل. هنحط لهم هنا على الميه عصره ليمون بس زي ما اتفقنا، اهي نص ليمونه هحطها على الاتنين. طبعا احنا دلوقتي ان الساعه 12 بالليل. البصل ما بحطوش ابدا بالنهار، ابدا ابدا. اي خلطه بتحمي على جسمهم اصلا، عايزه اقول لكم حتى العلف بيبقى حامي على جسمهم في الحر. فاي خلطه تفضل يا اما بدري قوي يعني على الساعه 6 7 الصبح كده، يا في المتاخر. لان اي خلطه تعمليها بدل ما هتديكي نتيجه كويسه هتديكي نتيجه عكسيه، هتلاقي الفرخ قاعد كده ومهمد ومش قادر من الحر. يعني انا في الشتاء مثلا بحط جنزبيل، في الحر ده لا طبعا خالص، لان الجنزبيل من الحاجات اللي بتسخن جسمهم قوي. ففي الشتاء بحط جنزبيل، من الحاجات اللي بتسخن جسم الفرخ وبتديله تدفيه. في الصيف لا. واحده واحده برضه هنتعلم مع بعض كل حاجه يعني. لسه بيتعاركوا على الوصفه. اهو احنا كده ميتهم عندهم والاكل عندهم. ايه كوكو؟ ميتهم عندهم والاكل عندهم. لسه محتاج بالبصل. بصوا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اهو عمال يجري بحته البصل محتاسه واقف هناك. اكلها ما شاء الله، الله اكبر. خلاص بألف هنا وشفا. اهو بصوا بقى، ساعات بخش الاقيهم مطلعين راسهم من هنا، والله العظيم انا بتخض. بصوا لا ده كده واقف، انا بلاقيهم رامين راسهم على تحت كده، تتخض اصلا من المنظر وانا داخله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هم النهارده كده هو المفروض اليوم ال11، بس احنا بنحسب يعني انا استلمت الاربع، ما بنبتديش نحسب من الاربع، بنحسب من يوم الخميس. الخميس اول يوم، فاحنا كده النهارده ان شاء الله اليوم العاشر. ان شاء الله دورة خير يا رب علينا وعليكم يا رب. واللي بيفكر يا رب كده ويشوف التجربه معايا ان شاء الله يتشجع ويجيب. وبكره بامرك يا رب، بامرك يا رب هنزل لكم، ممكن على الفيس بقى تنزلها لكم مكتوبه، ممكن او انزلها لكم هنا واحنا بنتكلم مع بعض. انزل لكم ميزانيه مثلا لو هتربي 10 كتاكيت في البيت يتكلفوا معاكي كام من ساعه ما تجيبيهم لحد ان شاء الله عمر البيع بتاعهم. النهارده يومنا خلص على خير الحمد لله. اهم بياكلوا ويشربوا. طبعا انا طول النهار بحط لهم ميه زي ما احنا متفقين، احسن تحسبوا ان انا بحط لهم مره واحده، والاكل برضو دي مرتين 3 على حسب بقى هم اللي قدامهم ما بيخلصوه. ان شاء الله النهارده كده يومنا خلص على خير، اشوفكم بكره ان شاء الله.